السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا جاتو المثلثات ده. شكله كده لوحة فنية وتزيينه منه فيه، يعني من غير تعب وتزيين. هيفرح أولادك جدا جدا، وكمان ينفع للرحلات وينفع لللانش بوكس بتاع الأولاد، وكمان ممكن تقدميه للضيوف. بسيط يعني، تقدري تعمليه في البيت بمكونات ومقادير سهلة جدا. تابع معايا الفيديو إن شاء الله تستفيدي. أول حاجة كده أنا معايا في العجان، أو طبعا ممكن تستخدمي المضرب الكهربائي، 3 بيضات يكونوا ساقعين جدا جدا، ونص كوباية من السكر تكون حبيباته تقريبا ناعمة، وربع معلقة من الفانيليا، وربع كوباية من المية المتلجة جدا جدا. وهنقلب طبعا كل المكونات دي مع بعضيها، وفي الآخر هننزل بكوباية من الدقيق. أنا معايا طبعا معلقة إلا ربع من المحسن الكيك الجل، بيكون برضو ساقع من التلاجة على طول. وهنحطه ونقلب ونضيف كوباية كاملة من الدقيق، يكون منخول طبعا. احنا طبعا عايزين الكيكة تكون بني، فاحنا هنحط كوباية بالظبط من الدقيق، وفي الاخر خالص بعد الضرب هنضيف حوالي معلقة ونص من الكاكاو. طبعا انا رشيت رشة ملح صغيرة. هنقلب تقليبة كمان. كل ده طبعا ينفع بالمضرب الكهربائي، يعني حوالي 5 دقايق كده هنضرب فيهم على اعلى سرعة لغاية ما يتضاعف معايا الخليط ويفتح كده لونه ويبيض ويبقى كريمي. على جنب كده انا هاخد حوالي معلقتين كبار كده من الخليط. انا طبعا المفروض اكتر شوية عشان ما تحتاجيش بعد كده اثناء التزيين. فانا هاخد 3 معالق كبار جدا جدا من الخليط دوت. وما تخافيش، لان الكيكة، يعني الكيكة لما تطلع من الفرن بتكون عالية والمستوى بتاعها عالي، يعني مش هتبقى هبطانة معاكي ولا حاجة. بتحطي طبعا المعلقة ونص من الكاكاو، وبتدي تقليبة يعني حوالي بالظبط دقيقة، ما تكتريش عن كده. الخليط معايا كريمي، وزي ما اتفقنا قبل كده احنا مش عايزين نكتر المية علشان ما يبقاش مبرول معانا الكيك ويبقى طري زيادة عن اللزوم. انا هسوي كده الجوانب بتاعته في صينية كده مقاس 42 باين، هحط لكم المقاس بالظبط في صندوق الوصف. طبعا المعلقتين او 3 معالق اللي انا شلتهم على جنب انا هحط لهم، يعني هنصصهم طبعا شويه كده للاصفر وشويه للابيض، بعد ما احط لهم شويه ميه. ما تكتريش ميه عشان ما يسيلش معاكي اثناء عمل الورديه، ولكن انت لازم طبعا تسيليه بالميه علشان تبقى الورده تقريبا انسيابيه معاكي، وتعرف تضغط معاكي وتبقى فيها رسمه بالشكل ده. انا هعمل ورديه بالشكل ده. طبعا الصينيه اكون دهناها سمنه او زيت، وحاطه ورقه زبده، وضروري جدا ورقه الزبده في قاعده الصينيه دي. اكبر صينيه عندي من الصواني اللي هي بتاعه البطاطس والفراخ. انتي بتجيبيها طبعا اكبر صينيه عندك عشان بس تعمل مقاس كبير. بتطلع معايا بكل سهوله بالشكل ده. انا هساوي الحروف بتاعتها، وحاول ان انت ما تحطيش المسطره على الكيكه مباشره عشان ما تلتصقش بالكيكه، لان طبعا الوش بتاعها بيكون رطب شويه وطري. تمام، فانت هتوقفيها بالشكل ده. خدي بالك من الحته ديت، يعني هتوقفيها بالشكل ده بس يا دوبك تحدد لك بس ايه انك انت تقطعي. كذلك الامر في الوسط برضو. انا طبعا بعد ما قست العرض هقيس بالطول واقسمها بالنص بالظبط، وتقسميها بالسكينه المشرشره افضل من السكينه العاديه عشان ما تتكسرش معاكي بسهوله. في بوله كده انا هحط نص كوبايه من اللبن، واللبن دوت معاه قشطه كان متوفر عندي يعني في التلاجة، ومعلقه ونص من السكر،
ومعلقة واحدة بس من اللبن البودر. طبعا انت ممكن يعني تستعيضي عن اللبن ده بمية عادي، مفيش ادنى مشكلة، ولكن حطي معلقة اللبن البودر عشان بس تعزز لي الطعم وتخليه دسم معايا. طبعا في الاخر انا بحط نص كوباية من الكريمة، كريم شانتيه بودر بدون سكر. وهنقلب طبعا كده لغاية انا عايزة القوام بتاعه يكون يعني متماسك، مش عايزاه طبعا. انت ممكن لو اديتيله مية اكتر من كده او لبن هيبقى طري معاكي وهيرمي كمية اكتر، ولكن انا عايزاه يكون متماسك عشان انا لو خدت الجاتو ده في رحلة معايا مثلا، في خروجة، في اللانش بوكس بتاع الاولاد، هيكون متماسك جدا جدا والكريمة ماسكة نفسيها. تمام، هي بالظبط خدت النص كوباية بالشكل ده. طبعا هنحشي بالشكل ده وهنقطع الحروف. انتي طبعا ممكن تقطعي سمبوكسات كده او مثلثات، ممكن برضو تقطعي مربعات، وممكن تقطعي كمان مستطيلات زي المستطيل الاخير اللي انا هعمله في الاخر. فالتقطيع دوت يرجعلك، ولكن شكل المثلثات شكله جميل جدا. جربيه في البيت كده هيعجب الاولاد جدا جدا، كمان هيقعدوا حواليكي. يعني انت لو شفتي في التصوير كده بعد شويه هتلاقيه اهوت. يعني انا كان عمة الاولاد عندي في البيت وابنها موجود معايا وابني، فقاعدين بقى مستغربين من الشكل وفرحانين جدا جدا. فالشكل ده هيفرح اولادك جدا، وكمان يبقوا قاعدين مستغربين. يعني حاجه بسيطه جدا جدا ممكن تفرحهم. ده الشكل النهائي للجاتوه بتاعنا. طبعا انت المفروض تحطيه في الفريزر عشان يبقى يشد اكتر من كده، ولكن طبعا انا استعجلت على التصوير، فهو طري جدا وانسيابي وهش جدا، وكمان الكريمة متماسكة. جربيه ان شاء الله هيعجبكم وهيعجبوا الاولاد. ما تنسونيش بقى في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.